الله الرحمن الرحيم. مصدر الكهرباء لازم يكون في تيار الكهرباء المباشر. تمام. ما ينفعش يكون على مشترك نهائي. ماشي. ولو في مشكله في الكهرباء في المكان اللي هيستخدم فيه، لا ما ينفعش يشتغل عليه. لازم يجيب مين؟ اللي هو بيسموه بتاع التيار الكهربائي، اللي هو بينظم التيار الكهربائي. ستيبلايزر. تمام، ستيبلايزر عشان ما يحرقش الجهاز. دي حته مهمه جدا، قال لي تفضل تقولها للي هياخد الجهاز لما يكره اسمك عشان يحافظ عليه. لا قال لي لان دي اهم نقطه ممكن تبوظ الجهاز او تفسده. طب معايا؟ تمام. قلنا هنا عندنا وراه 2 فلاتر. ده اللي بيدخل ايه؟ الهواء، اللي هو الحته السوداء دي اقل معدل ليها تتغسل في الاسبوع، واكتر معدل ليها في اليوم، يعني من يوم لاسبوع، ما تقعدش اكتر من كده. طب اعتمادا على ايه؟ نسبه التلوث اللي حوالين الجهاز. طيب. وتتنظف بالميه والصابون. طب مع كل بيشنت، يعني مع كل مريض ننضفه؟ قدر قاعد 15 يوم، انت لازم تنضفيه كل يوم او كل يومين. انا بقول لك ايه الفتره الزمنيه لتنظيف الفلتر ده. تمام. معايا؟ طيب في نقطه مهمه تاني نقول عليها. لو انا جبت الجهاز ده من عند مصاب، احط في الميه كحول وانا بغسل دي. تمام. معايا؟ ادي اول فلتر. الفلتر الثاني ده بتاع الهواء اهو. ده بالهواء فقط. بالبلاور، ما يقربوش منه ميه. ماشي. معايا؟ وان كان جاي من عند مريض ياخد نسبه كحول بسيطه عليه من بره. ماشي؟ طبعا سيادتك بعد ما يجي الجهاز من عند المريض هيترش كله بكحول منين؟ من بره، رش ما يتغمس بالايه؟ بالكحول وهكذا. ماشي؟ تمام. خلاص؟ ده المرطب. ماشي؟ سيادتك بتفتحيه كده اهو، بتحط فيه ايه؟ ميه ولا على ميه عاديه، ولا عاوز ميه مقطره يبقى افضل. معايا؟ وعندك هنا في ماكسيمم ومينيمم، يعني اهم حاجه ان يكون تقريبا عند النص، كميه الميه في النص. معايا؟ ده بيجي لك ايه؟ ده اللي هيشتغل، لكن هو لما بيجي في الايه في البتاع ده جاب الكرتونه دي بتبقى مفتوحه اهو كده. نحط ده الاول كده ونبدا ايه. اما اهو ده بيبقى جاي لوحده، ده لوحده، ده لوحده يا مدام غاده اهو. ماشي؟ ده باجي احط هنا منه طرف. معايا؟ طيب والطرف الثاني في مخرج الاكسجين اللي هو ده، في مخرج الاكسجين، ده مخرج الاكسجين. معايا؟ يبقى احنا كده الاكسجين هيطلع كده 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 كده، هيخش على مين؟ على المرطب. ماشي؟ هناخد بقى مين مصدر تاني هنا اهو. المصدر التاني ده اللي هيروح للمريض. ماشي؟ اجيب لك بس انا ما رضيتش طبعا اطلعه عشان ما يتفكش، وطبعا ما رضيتش احط انا على مناخير ولا حاجه عشان ما يحصلش حاجه اهو. ده اللي هيتحط على ايه؟ على انف المريض اهو. ده اهو انف المريض اهو. تمام؟ وكل مين بروتروجن من ده هيخش على طبعا احد فتحات الايه المراخير. معايا؟ والطرف الثاني ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هيتحط هنا. ماشي؟ اهو الطرف ده هيتحط في المصدر الثاني بتاع المرطب كده. معايا؟ هو ده كام لتر يا باشمهندس؟ ده 10 لتر. ماشي؟ طب نبدا نشغل. هو عندك هنا المفتاح الوحيد اللي انت ضغطت عليه اهو. اوتوماتيك هو بقى. ايوه كده. اول ما تعملي كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، بدا يشتغل. تمام؟ بس سيادتك هتحطي هنا ايه؟ ايدك هتلاقي هنا في ايه؟ هواء طالع، ده الاكسجين طالع. بدا يطلع اكسجين. معايا؟ نسبه الاكسجين نسبه الاكسجين هي عاوزه تزودي، هنا في مين؟ حاجه على الصغير، كل ما ايه تعرضي البتاع ده كانك بتزودي او بتلفي. ده نزل كده، انا بقلل نسبه الاكسجين اللي خارجه مع النازل اهو. هنا عاوز الف في الناحيه الاتجاه الثاني، انا هنا بكتر نسبه الاكسجين اهو.
حتى الصوت اتسمع اهو، زادت نسبه الاكسجين معايا. كده بتقللي وكده ايه بتوطي على حسب مين الطبيب ما يقرر بقى معايا. تمام. ده تشغيل، يعني هو ده بيقول لك الاوردر ان انا خلاص خدت تشغيل. الاخضر اللي على الشمال ده اليمين ده خروج الاكسجين، يعني باكد لك ان الاكسجين بيخرج سليم. اللي في الوسط ده خاص بالكهرباء، لو حصل اي دوت في الكهرباء هيديك هنا لمبه حمراء، يعني كده الكهرباء بتاعتك واصله مظبوط. يعني لو لقيت اي حاجه فيها اي خلل في الكهرباء هيظهر هنا لمبه حمراء. ده اللي في الوسط. الاربع مفاتيح دولت تقريبا ما حدش يشغلهم، لان دول له علاقه بتظبيط الجهاز على وقت معين، نص ساعه، ساعه ونص، ساعتين، تايمر يعني. تايمر. فقال لك ان معظم المرضى ما بيسمع، يعني مش عايزينها مش تايمر. ليه، لان هو هو مش قاعد جنب عايزين. المريض وشاف الدنيا فيها ايه صح، مش هنستخدم معايا. وعامة برضه استخدامه هيعمل له لخبطيطه، فمالوش ملوش داعي لازمة. في حاجه تمام. معايا. هنا في بقى ساعات دبل 3 مفاتيح دولت بتوع التايمر دول 3. اوكي. الاخراني ده خالص برضه هو مالوش علاقه لا بيه. في الارم الله ينور عليك. يعمل ميوت. تمام صح كده. ماشي يا فندم. موضوع سهل ان شاء الله. تمام. جزاك الله الله ينور. خيرا. شكرا يا حاج في حاجة محسن. تاني؟ الله ينور. جزاك صح كده؟ الله خيرا. شكرا.